السيد الرئيس، السيدتان الوزيرتان، السيدات والسادة المحترمون. تعيش ساكنة إقليم الرشيدية عموما ومنطقة تافلالة على الخصوص هلوعا شديدا، وذلك بسبب ظاهرة حشرات غريبة تسببت في لدغ أعداد كبير من المواطنين. وفي هذا الصدد لا يخلو بيت في هذه القرية من الإصابة بداء الليشمانيا. المرض تفشى هنا منذ 3 سنوات. في البداية يظهر على شكل تقرحات جلدية تسببها لسعات الحشرات، وأهمها ذبابة الرمال التي تنقل الفيروس من الفئران البرية، والنتيجة تشوهات جسدية لا نهاية لها. المرض اكتسى هنا أبعادا خطيرة نظرا للأعداد المتزايدة للمصابين، لم يسلم منه لا الكبار ولا الصغار. أسرى ندخل مستوردة أوردة اللي تفخت حاجة أوردة اللي تفخت لي تنزيكش أسرى أوردة ستيسلتها أخف الشهر لا ناديشنا عاد قد يمي مشيد لا نختي مشيد دور دنت جاء. أغلب المواطنين هنا يعانون الفقر والحاجة، يشكون من نقص الأدوية باستثناء بعض من المبادرات الشخصية لجمعية المجتمع المدني. الناس مساكين كل واحد اش كيستعمل الدواء الطبيعي، كاين اللي كيستعمل الماء القاطع، كاين اللي كيستعمل الكبريت، كاين اللي كيستعمل الاعشاب ديال الطبيعي من المواطنين. وفي هذا الصدد نسائلكم السيدة الوزيرة عن أهم التدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل مواجهة هذه الظاهرة، وكذا الخطوات التي ستقومون بها بتنسيق مع الجهات الأخرى والمسؤولة للقضاء على هذه الحشرة. وشكرا. السيدة الوزيرة. شكرا. سيد الرئيس. السيدة سؤال حول الحشرة. نعم. إذا كنتم تتكلمون استسمع عن مرض الليشمانيوز اللي هو حقيقة يتنقل، هو مرض ليشمانيا اللي هو مرض جلدي يصيب الإنسان حيث يتنقل من الفئران أو الجلد بواسطة بعوض. هذه تتواجد هذه الفئران في الحقول. حقيقة هذا المرض ديال الليشمانيوز إذا كان هو اللي تتحدثوا عليه هو كاين على الخصوص في الرشيدية، كاين هناك في أقاليم أخرى. وزارة الصحة حقيقة قايمة بالواجب بتوفير الأدوية داخل المراكز الصحية، داخل المستشفيات بالنسبة للتكفل، ولكن الإشكالية ما بقاتش طبيعية. حملنا السؤال إلى السلطات المحلية بالقرية لمعرفة حقيقة الأمر، لكننا لم نتمكن من العثور على أي مسؤول هنا. جربنا مرة ثانية مع المصالح الصحية عبر هذا المركز الصحي الوحيد، والنتيجة لا وجود للدواء ولا حتى للطبيب. السيدة سؤال حول الحشرة. نعم. معطيات دفعت جمعيات حقوقية إلى محاولة محاربة أصل الداء انطلاقا من مكب النفايات هذا، ودفعت كذلك عشرات من المواطنين المعوزين إلى البحث عن مسالك أخرى للعلاج عبر استعمال أدوية بدائية لم تؤتي أكلها حتى الساعة، بل منهم من فقد الأمل واستعان بأحد جيرانه بحثا عن العلاج حتى وإن كان بطريقة بدائية، كحال هذا المصاب الذي تعرض لأزيد من 52 لسعة. كنطلبوا الطبيب باش يجي، ما كانش في هذه القريه ما فيش طبيب. كنمشيو للفارماسيان كنقول له راه فيها الجرح، كيعطيني الدواء، كنستعمل الدواء والو، كنبدل عاود الدواء والو، ما كيبرى ما والو. كنطلبوا من الله باش يصيفط لنا شي طبيب الى كاين. حتى هذه الطفلة الصغيرة لم تسلم من الوباء، أصابها المرض وهي في شهرها الثالث. ذنبها الوحيد أنها ولدت في هذه القرية المنكوبة. وزارة الصحة حقيقة قايمة بالواجب بتوفير الأدوية داخل المراكز الصحية، داخل المستشفيات بالنسبة للتكفل،